بعد مباراة الزمالك والمقاصة واللي خسر فيها الزمالك، توجهنا إلى سيادة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. سيادة المستشار، الزمالك انسحب فجأة وبعد ذلك رجع، شو اللي صار؟ التحكيم الفاجر، التحكيم الفاحش. جهاد جريشة واحد من 4 كاتب اسمائهم من 2 ما يحكموش للزمالك. جهاد جريشة مع احترامي البلد وتبعي، اولا جهاد جريشة بلد والده من عندي قريتي بشروش اللي انت زرتها، ووالدته من دنديت، طبعا مع احترامي لدنديته بشروش. ده راجل ضدي. ضدك ازاي؟ ما هو ده في دايرته ضدي، كان ضدي في الانتخابات. وكاتب انا رسمي مش عايزه يحكم لنا من 2 وكاتب للاتحاد رسمي، واتحداك انا ابو ريده فوق لنا بقى شويه. اما حازم الهواري والفيوم والمقاصه ومحمد عبد السلام، كفايه بقى، قرفنا، زهقنا، طهقنا، كملوا الدوري انتوا. هتنسحب؟ بص، لو الماتش ده ما اتلعبش مجلس ده مش هيكمل. مجلس الاداره مش هيكمل؟ مش هيكمل. اصل انت عايز تسد دوري الاهلي، مع احترامنا للنادي الاهلي، دول نفس اللعبه في ماتش المقاصه والاهلي، الكره جت في عين الواد بتاع المقاصه بلانتي، وكان ابراهيم نور الدين اللي انا برضه قلت ما يحكمش خلاص، وده الواد بيلعب كره طايره. شفت الواد عامل ازاي؟ انت اعمى يا جهاد، اتعميت؟ ده انت طويل واهبل، ما شفتهاش كره؟ عينيك اتعمت ولا كراهيتك لمرتضى؟ يا بيه بص، هو كلام مختصر. انا كلمت انا ابو ريده قلت له انت كمل الدوري، وادي الدوري الاهلي، ادي المقاصه دي لاي حد خلاص. قال لك ايه؟ قال لي انا هيوقف الحكم، اللي استفدت ايه؟ انا استفدت ايه؟ بيقول لك ده الحكم رقم 1 في العالم واطول واحد في العالم، زعزوع. انا مالي؟ انا استفدت ايه؟ انا كنادي الزمالك استفدت ايه؟ انا ضربه جزاء الولد كان هينطرد مظبوط، لان دي كوره ده ستانلي كان داخل فيها في الجول، هيطرد، هجيب جول، وكان فاضل في الدقيقه 66 كان فاضل قدامي يشوف قد ايه اكسب. هو ايهاب جلال ده عنده دم؟ هو انت كسبت يا ايهاب؟ انت فاكر انك كسبت؟ انت عندك دم؟ انت كسبت الماتش؟ هو انت عملت ايه؟ ده الزمالك راكبك 90 دقيقه وكره عشوائيه دخل الجول. انت عندك دم؟ انت طالع في الفضاء عمال تتكلم في ايه؟ هو الاهلي محتاج حد يساعده؟ مدفوع. فاللي انا شايفه ده بيتكرر كل سنه، كل سنه نخلص من اسمه ايه ده، جمال غندور، نخش في عصام عبد الفتاح والقرف اللي احنا شايفينه. بيقول لك يطلعوا كلهم، تقول له احمد الشناوي وكله قالوا ايه؟ لا ضرب جزاء. انا استفدت ايه؟ هنوقف الحكم، انا استفدت ايه؟ انا استفدت ايه؟ والاخطاء دي ضد الزمالك بس؟ على فكره ضد الزمالك بالزبط. بس. انا عايز اقول لك حاجه، الزمالك ليه ضربتين جزاء، ده ايمن حفني راخ ليه ضرب جزاء ثانيه لما راح من الناحيه اليمين وجي يعدي راح ضربه والكره هتطلع، ضربتين جزاء. واي لاعب في الزمالك يا جهاد يلا انا هبطلك تحكيم، اقدر ابطلك، احترامي طبعا لقريتك، دول ناس محترمين فوق دماغي تمام، انا بقى اللي اعرف ابطلك تحكيم. اي حد يمس حد مقصر صفار. حازم الهواري يخلص، حازم بيه اخو سعر هانم اللي قال لي بقى حازم طول ما انا موجود في الاتحاد الزمالك ما ياخدش بطوله. قال كده. انت يا ابني قال في الاعلام؟ ايوه بيه، قال كده، قال كده طول ما الزمالك موجود انا ما باخدش بطوله. بص يا حازم، انت نصاب واختك نصابه على مسؤوليتي، وسارقين فلوس البنوك، والمحكمه طلعتكم وانتم بتبلطجوا جوه اتحاد الكوره، والدوله سايباكم، الدوله سايباكم. حازم الهواري الفيوم طبعا، مع احترامي شعب الفيوم، مع المقاصه فيوم. حازم الهواري منين؟ فيوم من الفيوم يا باشا، لا المقاصه تمام. وبعدين نيجي نلعب الماتش، الاهلي قال لك انا مش هلعب الماتش بتاع المقاصه في السويس، هلعب هنا في القاهره. الملازمه اول محمد عبد السلام رئيس نادي المقاصه اللي خرب البورصه قال لك حاضر يا باشا. جينا نقول له يا ابني احنا عندنا 3 4 ماتشات ورا بعض نلعب ماتش زي الاهلي هنا، قال لك لا انا بقى زملكاوي كنت بنام تحت المدرجات في الزمالك ايام ما كنت بلعب، والله يخرب بيت المدرجات دي. عايز اعرف كان بيحصل لكم تحت المدرجات؟ عندكم حاجه من تحت المدرجات؟ مالكم مش طايقين تحت المدرجات؟ قال لك لا هلعب في السويس تمام. انت اتفرجت على الماتش هجمه وحيده مظبوط، ونادي راكب نادي راكبه، لا راكبه خلاص. لا ده تاني محمد حلمي ادي ايهاب جلال من 100 مره، هو ايهاب جلال هي طلع واحده الكره العشوائيه الواد شاطها جت في الجول، الزمالك راح منه 12 كوره تمام. السؤال بقى دي ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء؟ ضربه جزاء. انا استفدت ايه انك انت بتقول لي هوقف الحكم؟ انا استفدت ايه؟ مش دول 3 بونت في البطوله؟ مش كانت فرقت اللي بينه وبين الاهلي ال9 بونت؟ هتعمل ايه؟
لن يلعب الزمالك المباراه القادمه الا اذا تعادت هذه المباراه. واذا ما انعادتش خلاص اصل مدحت شلبي دلوقتي بيخوفني، جاب اللائحه لائحه يا ابو لائحه. واذا ما انعادتش ثانيه واحده لائحه ابو لائحه. واللي فيلسوف ابو العلا المطرود من نادي الزمالك، مطرود من نادي الزمالك. اصل احتمال الحكم ما شافهاش، احتمال الحكم ما شافهاش. انتوا زملكاويه انتوا حاجه تقرف. قلت محمد كامل ما حدش هيقعد في استوديو للزمالك الا ناس هنختارهم احنا. اصل الحكم هنا خطا بشري. طب والكره لما جت في وش الواد في وشه في مصر المقاصه، وابراهيم نور الدين برضه اللي انا معترض عليه هو حكم الماتش، ضرب جزاء الاهلي وجابها جول. وفي ايه؟ لو ما نعدل الماتش، لو ما نعاد الماتش خلاص يخبطوا دماغهم في الحيطه. انا مش هتلعب الدوري؟ العب افريقيا والعب بطوله عربيه. ايه المشكله؟ ومش هتلعب الدوري؟ العب بطوله عربيه فيها 100 مليون جنيه وانديه محترمه وشعوب محترمه وناس محترمه. وافريقيا وركز في افريقيا. انا استفدت ايه من الدوري؟ ولادنا بيتكسروا يا راجل. عيالنا النهارده الدغدغوا ضرب، وجهاد ابو طويله مش شايف عشان بيكره مرتضى. اقسم بالله يا جهاد هبطلك تحكيم، اقسم بالله هبطلك تحكيم. انما انت عارف ايه المشكله لما خلاص تكسب؟ ما انا قلت الانتاج كسبنا بمجهوده، مش كده؟ ما هو دي رياضه مكسب وخساره. انما حكم يركب فوق العيال. وانت عارف العيال انسحبوا لان انا اديت تعليمات. انسحبوا ورجعوا لان التعليمات دي ساعه ما شال البلانتي ما حسبوش، قلت له اطلع خلاص. جهاد بيعمل الشغل بتاعه، جهاد بيعمل الشغل بتاعه نحافظه. ورجعوا ليه؟ يا بيه لان هو على ما القرار وصل للبهوات في الملعب كان خلاص فاضل 5 دقايق، واخد بالك؟ فعامل زي الطبيخ البايت. انما في ساعتها اديت تعليمات لاحمد جلال قلت لهم يطلعوا الملعب دلوقتي. كان ساعتها المفروض طلعوا الملعب وكان جهاد واقف لوحده. انما عصام يقول لك ايه؟ ده خطا غلط واحمد الشناوي غلط. انا استفدت ايه؟ انا كنادي الزمالك ايه الفايده؟ اصل ده خطا بشري. ده مش خطا بشري. الخطا البشري لما كنت اتعميت مش شايف، ده انت قدام الكوره. لما تكون جت لا والكره واضحه ده بيعمل بايده وهو كده طايره، بيلعب طايره. انا بقى استفدت ايه؟ ولا حاجه. انت عايز تهدي الدوري للفريق المنافس، انا ما عنديش مشكله، بس انا مش طرف في التعريضيه دي، مش طرف فيها خالص. موقف الجهاز الفني في الزمالك؟ لا الجهاز الفني عامل النهارده ماتش محترم جدا وناس كل الناس اشادت بيه. بس انت في تصريحات قلت يعني بما معناه ان اخر ماتش لا ماتش كده. بص يا بيه، لو كان الزمالك كسب ولعب وحش كان جاز ماشي. كسب ولعب وحش يبقى جاز ماشي. انما الجهاز بذل كل جهده واللعيبه كل جهدهم، واخد بالك؟ لكن التحكيم الفاجر يا فاجر، بقول لك تحكيم فاجر. ده كويس انك ما ضربكش هناك. ده انا اللي قلت للجمهور بالتعليمات ومحدش يجي ناحيتي. هتطلع عايزين يضربوك على فاكر. هتطلع بيان من النادي على الموضوع؟ بكره الصبح عاملين ان شاء الله باذن الله، مش النهارده بكره ان شاء الله. احنا شباب مجلس الاداره كله هناك في الملعب دلوقتي، بكره ان شاء الله نجتمع وهناخد قرارنا. لكن بهذا التحكيم الفاجر. وبعدين انا كاتب لك ابراهيم نور الدين وجهاد والتاني اسمه محمود عاشور، مش عاشور لا التاني واحد تاني اسمه محدد اسماء انت بحرف. انا ما بختارش حكام واحترام لكل الحكام، ما بختارش، لكن الحقيقه اقول لك ده لا ولا ليه. انا قلت لك جهاد ده من عندي من بلدي، قلت لك جهاد ده ضدي في الانتخابات. انت عايز ايه اكتر من كده يا اخي؟ جبتوا لي برضه يا عصام؟ هتتنطط يا عصام زي جمال غندور ما اتنطط؟ طب ما الزمالك اتغلب من الانتاج 3، انا جبت سيره الحكام 3 ماتشات اللي فاتوا دول، جبت سيره الحكام خالص. وانا كنت مغلوب اهو. ليه؟ لانه ده الخطا البشري. انما اللي اتعمى في عينه هو اللي اسمه الواد اللي معاه في عين معاه كده، اللي هم اللي دايما معاه حامل الرايه. طب انت اتعميت وحامل الرايه اتعمى؟ ده الواد يعمل كده. وبعدين ابو العيله بيه وهاني بيه ولا مطرود من نادي، المطرود من نادي الزمالك. محمد الكامل الاشكال دي ما شوفش خليته يقول لك مش هتذيع. احنا في العادي كده يقول لك ايه؟ ما هو دليل على انه ده بيحكم في ثانيه. طب شوفوا محمد حلمي لما راح شاف في المونيتور، يا ابني محمد حلمي جاب المراقب قال له تعالى شوف معايا. ما هو شافها ان كل مصر شافتها، قال له تعالى شوف معايا في المونيتور اهي الكاميرا. الواد عاملها كده كره طايره. لا ده تحكيم فاجر، ده مش خطا بشري، خطا بشري فوق دماغنا. بس الجهاز الفني باقي في الزمالك. الجهاز الفني لعب النهارده من احسن الولاد وانت راضي عنه 100% عنه وعن اللعيبه. وغدا في اجتماع لاتخاذ قرار حول بالظبط كده، حول استمراريه او الماتش يتعاد. انا يا بيه ثانيه، انت بتقول لي دلوقتي جون ما حسبوش وجون واضح، يعني عدى والحكم قال لك انا ما شفتوش، الماتش يتعاد ولا ما يتعادش؟ محمد ده في بطوله العالم للانديه، مظبوط؟
الحكم كان بيرجعوا له وشوف دي ضرب جزاء مش محتاج ارجع، ده مش محتاج واحد كفيف كفيف يشوفها، واخد بالك. لكن هو عشان حازم الهواري ها يا جهاد وبيصفرك واخته في الاتحاد الافريقي وهو في الاتحاد الافريقي وبيودوك كاس العالم فكاسرين عينك. فاكرني نايمين؟ فاكرني نايم مش واخد بالي؟ باحترامي لقريتك دندات فوق بالدماغ يا اهلها وشعبها ناس محترمين يا والدتك، اما بلد والده للاسف عندي قريتي انا تمام. مش حازم برضه اخته اللي بيختاروك بره عشان تحكم في كاس العالم والاتحاد الافريقي، ولا انت مش واخد بالك؟ ولا فاكر ان احنا مش واخدين بالنا؟ اللي عملته النهارده ده جريمه، الجريمه انت تتعاقب ماشي. انا بقى كمجني عليا استفدت ايه يا استاذ يعقوب؟ يقول لي لازم يقول لي استفدت ايه؟ اوقفوا اشطبوا اضربوا بالشلوت اضربوا على قفاه، خلاص خدوا اوضه الفيران في اتحاد الكوره وهات له سيخ حديد ودخله مش عارف فين، كل ده ماليش دعوه بيه. انا كنادي الزمالك انت غيرت النتيجه ولا ما غيرتهاش؟ القرار ده مؤثر ولا مش مؤثر؟ مؤثر. يبقى المباراه تتعاد. مش عايز تعيدها خلاص. هتعمل لي هتنزلني درجه رابعه يا مدحت يا شلبي؟ يا عم نزلني درجه رابعه. ايه المشكله؟ انما شغل البلطجه مفيش بلطجه على نادي الزمالك. وبعدين مش معقول كل الناس يقول لك الحكم فاجر اخطا خطا فاحش ومدحت يقول لك لا اصل هو الراجل ما كانش بيحافظ الايدين. جميع المصيبه ايه؟ ان هو ده يعني الواد قدامه ده مش مدي ظهره او كره جت في كتفه وصدره، ده واحد راح مادد ايده كده طايره وراح مطلعها. قال لك انا حازم الهواري المقصه بتاعت الفيوم يا سلام واحسب وبعدين اروح كاس العالم ازاي وسحر واخوها واخته ولا مش يعني بلاش قرف. انتوا قرفتونا، انتم قرفتونا. يعني يا ابو ريده اذا كنت مش هتحمل المسؤوليه وتقعد لاتحادك، انا كلمتك تقريبا انت مسافر تمام، امشي يا يعني امشي، احنا بنحبك ونحترمك، انت مش قادر امشي، بس ما تسيبش الاتحاد لحازم الهواري واحمد مجاهد كل واحد واخد حته بيقسمها. انا قرفان وحزين. بص اتغلب وانا عشان كده بقول لك الجهاز قاعد طبعا بذل كل جهده. اوكي ما فيش ولا يعني قول لي هي هجمه واحده شوطه عشوائيه جت جوه تمام. طلع محمد حلمي ادي ايهاب جلال ابو بتاع ده وزاني نفسه خاني نفسه نون مليون مره وطالع بيقول لك اصل انا ولما خطه ايه انت عملت خطه ده انت خدت على فاتك طول الماتش انت ولاعيبتك ولعيبتك كل شيء في الارض عاملين نفسهم ميتين. هو ده فريق يا راجل؟ ولا الواد اللي عامل زي البنات ده اللي صابعه معمول كده بتاع ده اللي الاهلي طرده ولما جه يشوط ضربه الجزاء ها قال للواد قال شريف اكرامي خدها يا بابا في نص الجون. احنا برضه معقول يعني اجيب جون في حبايبي؟ امال كده هترجعوني؟ لو في اتحاد كوره بقى محترم يقولوا لا ده تعالى انت شايط الكوره في اللي الواد ليه؟ في ايده وانت ما بتاخدش انت اللي هتشوط ضربه الجزاء واحد غيرك ها؟ احمد خد يلا انا هجيب جول في حبايبي بتوع زمان اللي انا عايز ابوس الجزمه عشان ارجع للنادي الاهلي تاني. بص وسط الرياضي بقى مقرف، حاجه مقرفه واخد بالك. انا ما شفتش كده وعشان كده يا استاذ يعقوب انا حزين مش عشان الهزيمه، حزين عشان اللي غلبني مش المقص، اللي غلبني حكم فاجر في تحكيمه. شكرا لك. شكرا لك.